أهلا وسهلا بكم في أخبار جديدة من داخل النادي الأهلي. انضمام المدرب المخضرم رشيد بن محمود إلى الجهاز الفني المساعد لحسين عموتة في الأهلي، ويعد بن محمود من أبرز الكفاءات التدريبية المغربية إذا شغل منصب المساعد الأول لوليد الركراكي مع منتخب المغرب، وكما أحد المساهمين البارزين في الإنجاز التاريخي للمغرب بالصعود للمنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم 2022. ومدرب الحراس هشام الإدريسي مرشح للتواجد في الجهاز الفني الجديد بقيادة حسين عموتة. سبق له العمل في منتخب الأردن والوداد والجزيرة الإماراتي. حسين عموتة سيصبح أول مدرب مغربي في تاريخ الأهلي. الكابتن وائل جمعة دعم اختيار حسين عموتة. كشفت مصادر مطلعة أن المدرب المغربي حسين عموتة سيكون صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بملف صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق. وبحسب المصادر سيتولى عموتة تحديد احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة إلى جانب حسم قائمة اللاعبين الراحلين سواء من العناصر المحلية أو الأجنبية بما يتوافق مع رؤيته الفنية وخططه للموسم المقبل. وأضافت المصادر أن المدرب المغربي من المنتظر أن يبدأ العمل على ملف التعاقدات واللاعبين الراحلين مع بداية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع إدارة النادي، تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة على قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. تم استطلاع رأي أسطورة الأهلي الكابتن محمد أبو تريكة الذي أشاد كثيرا بالحسين عموتة، وكذلك وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي دعم وبقوة فكرة التعاقد مع عموتة وأشاد بشخصيته وقدرته الفنية. ويرى الكثيرون أن أفضل نسخة من أشرف بن شرقي ظهرت تحت قيادة المدرب حسين عموتة، وهو ما قد يمنحه دفعة معنوية كبيرة حال تجدد العمل بينهما، خاصة أن العامل النفسي يمثل عنصرا مهما في استعادة اللاعب لأفضل مستوياته. كما قد تشكل المرحلة المقبلة فرصة جديدة لمحمد علي بن رمضان في حال استمراره مع الفريق لإعادة اكتشاف قدراته وتقديم المستوى الذي ينتظر منه الجهاز الفني والجماهير. ويعرف عموتة بشخصيته الحازمة وانضباطه الكبير في إدارة غرفة الملابس، لذلك من المتوقع أن يواجه أي خروج عن النظام برد فعل قوي وحاسم بما يضمن الحفاظ على الالتزام والانضباط داخل الفريق. ويمتلك المدرب المغربي دافعا كبيرا لإثبات نفسه في تجربة جديدة ومختلفة، كما أن شغفه بكرة القدم يظهر بوضوح من خلال حضوره على الخطوط الجانبية وتفاعلها المستمر مع اللاعبين أثناء المباريات. وبشكل عام يبدو أن الأهلي قد تعاقد مع مدرب تتوفر فيه العديد من المقومات التي تتناسب مع طبيعة النادي وطموحاته، ويبقى النجاح مرهونا بقدرته على ترجمة أفكاره إلى نتائج وإنجازات على أرض الملعب. وقد حصل عموتة في المواجهات أو التدريب مراحله التدريب الأخيرة دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي، الدوري المغربي مع الجيش الملكي، الدوري المغربي مع الوداد، الدوري القطري مع السد، الكونفدرالية مع الفتح الرباطي، أفريقيا للمحليين مع منتخب المغرب، وذلك إلى 2 كأس من السد، على كأس مع الفتح، على كأس مع الجزيرة الإماراتي، على سوبر مع السد القطري، بجانب وصيف كأس آسيا مع منتخب الأردن. تقريبا توجب بطولات في كل مراحله التدريبية، وإن شاء الله يتوج مع النادي الأهلي ببطولات أكثر وأكثر. وكان قد توصل حسين عموتة إلى اتفاق نهائي مع إدارة الأهلي لتدريب الفريق، كما أبدى مرونة كبيرة في مفاوضاته مع إدارة النادي، رافضا المبالغة في مطالبه المالية ومتمسكا في الوقت ذاته بمشروع رياضي قوي يعيد النادي القاهري إلى طريق الألقاب. كما اشترط عموتة خلال المفاوضات اختيار طاقمه الفني المساعد بنفسه مع عدم التدخل في اختصاصاته الفنية سواء فيما يتعلق بملف الصفقات أو قائمة اللاعبين الراحلين. وكانت مطالب كارفاخال في المراحل الأخيرة وجهازه الفني وصلت إلى مبلغ
$1,800,000 كراتب سنويا قبل أن يتم إغلاق المفاوضات معه بسبب مبالغته في مطالبه المادية. الأهلي يناقش عرضين لإقامة معسكر الإعداد في أسبانيا. العرض الأول لإقامة المعسكر في مدينة الكانتي جنوب شرق أسبانيا، والعرض الثاني بمدينة شريس القريبة من قادش. يذكر أن الأهلي أقام معسكره في 2019 في مدينة الكانتي. أحمد أبو مسلم ينضم لإدارة الإسكاوتنج في النادي الأهلي. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حلقتنا، انتظرونا في حلقات جديدة قادمة. لو انت لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات على الكل ليصلك كل ما هو جديد. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، شكرا وسلام.